المملكة المغربية تواجه حرب منذ 45 سنة، وهي أصبحت حرب وجود، لأن ما فماش دولة من العالم الثالث تقاوم حرب 45 سنة ضد جارها، معناه الباب بالباب الحد بالحد وتستقيم. ما هيش فيتنام تحارب في فرنسا في قطر آخر، ما هيش فيتنام تحارب في أمريكا في قطر آخر وممكن تتغلب عليها. لا، هذا جار يحارب في جاره 45 سنة. بعد كل ما سجلنا مما سجلنا من بطولات المملكة المغربية دفاعا عن وحدة أراضيها، أصبحت مهددة لأن ما عندهاش القدرات المالية متاع الجار اللي معناها يهرسلها بالحرب الحامية والحرب الباردة إلى هدمها. الحكمة تملي أننا نقضي على الداء أصلا ونتجاوز قضية الصحراء حتى نصفي الساحة من العواقب الوخيمة اللي بدأت تتقدم فيها بعض الدول اضطرارا. نعرف أخلاقيا ايش قاعد نعمل ومنطقيا شنو التصرف التاريخي اللي أنا متوجه إليه، لأن هذا باش يصبح يعود بالبوميرانغ علينا الكل، باش يمحينا الكل. وهذا شو وقع في المشرق العربي. إذا ندركوا أن في المشرق العربي معنى الحلقات اللي تركبت كانت تتركب سطحيا من حلقة إلى حلقة. هذا اللي وقعوا فيه الإخوان في المشرق العربي، هذا باش نقعوا فيه في المغرب العربي. إذا ندركوا إيش معناها أركان القضايا وأركان التصرفات متاع الإخوان. نحن في تونس وقعنا على معاهدة مراكش، اليوم وين ماشي؟ معناها هل يساعدك أن تكون الجغرافيا السياسية اللي ورثناها عن الاستعمار تخلق معناها هيمنة مهيكلة على الأبد؟ ألا يمكن أن نستدرك أمرنا ونوضع معناها في الخريطة المستقبلية متاع الاستراتيجية التونسية التاريخية، وأن المملكة المغربية باتصال دون فصل بينها وبين موريتانيا تجعل معناها قطب إقليمي. تونس وليبيا تخلق قطب إقليمي ونردع الميزان الاستراتيجي ما بعد الجغرافيا السياسية الاستعمارية اللي خلقت حدود لم تخلقها الشعوب. الحدود هذه حرمت تونس من الصحراء الإفريقية متاعها، وحرمت ليبيا من الصحراء الإفريقية متاعها، ووفرت إلى الجزائر لا بصفتها دولة جزائرية لكن بصفتها مستعمرة. فهمت؟ دونك سيدي أحمد قاعد تقول جغرافيا سياسية تجعل منها هيكليا منطلق لهيمنة. والنظام العسكري اللي تولى الدولة الجزائرية منذ أيام الاستقلال الأولى هو اللي هد معناها الدولة الجزائرية المستقلة، وهو اللي هد تونس وقضاء على النظام تاع مختار ولدادة في موريتانيا وشهر الحرب على المملكة المغربية. هل نقبل باستبقاء الأوضاع هذه؟ شنو هي الرؤية الاستراتيجية متاعنا؟ ممتاز. دونك قاعد تقول سيدي أحمد احنا ما كناش قادرين بفعل السياسي أن يكون فما مغرب كبير، واليوم أكثر من هكا ممكن ياسر ماشيين إلى مخاطر متاع بذور استعمار كانت موجودة في المنطقة. إذا كان ما نكونوش اصحاب ونرادعوا على اليمين وعلى اليسار نلقاو رواحنا في تفكك تام لهذا الكيان. تقريبا نقول ردوا بالنا زاد من الهيمنه، على خاطر فما نحن قاومنا هيمنه عبد الناصر وقاومنا هيمنه بومدين، وبالرغم من هذا اطلق علينا هجوم قفصه. والله اعلم الهجومات نتاع الارهاب شي وراها. ما نقولش الحاكم الجزائري لكن الدولة العميقة الجزائرية، بحيث الخاتمة تخليد
عواقب الاستعمار لا يخدم شمال افريقيا. يجب القضاء على عواقب الاستعمار، لا يكفي القضاء على الاستعمار سطحيا، يلزم نقضي على عواقب الاستعمار، بحيث لما بورقيبة يرضخ ويسلم في الصحراء التونسية، المملكة المغربية ما ترضخش، ويلزم تونس تقدر هذا فيما يخص القيام المغاربي المستقبلي، وفيما يخص دفاع الذات التونسية بصفتها عضو في المغرب الكبير. واضح.